بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بوتاجاز يونفرسا، نظام الغرفة أو نظام الكوباية والفونيا في النص. في تسريب من تحت، فده عشان يتكشف عليه فلازم نحل الوش. في سخونية من الحتة دي، الناس بتحس يقول لك مجرد ما نولعه في سخونية من تحت الوش. طبعا الوش ده الشغل كله انك تحل الوش عشان تشوف السخونية منين. بحكم خبرتي ده جوان بتاع المحبس، فلازم نحل الوش. فديكوا شايفين المسامير الراس بتاعتها معدومة، يعني حد حاول يحلها طبعا للأسف محلتش. ليها طريقة دي للحل، دي اللي في النص دي ب4 وكل عين ليها مسمارين، يعني 12 مسمار. طبعا لو حلوا 5 الباقي مش هيحل، لو حل 10 الباقي مش هيحل. وفي مسمارين من ورا على اليمين ومسمارين من ورا على الشمال. طبعا دول بنطلع الوش بنطيرهم بالصاروخ عشان هنعمل تعديل ان الكوبايات ديت. احنا بنعمل نظام تاني جديد، ما تنسوش الدعاء لوالدي الله يرحمه. ادي بنرفع الوش اهوت. في كوبايات اللي هي بتاعت البوتاجاز بتبقى في اللي بيسرب وفي اللي مقطوم. الكبيره ديت مقطومه اهيت، اهي مقطومه. وحتى مدخل الغاز بيبقى ضيق، فاحنا هنعمل شغل ايه، شغل بدائي بتاع زمان اللي بيقعد عند الناس بالسنين، وناس مجربه دوت والحمد لله شغال عندهم لحد دلوقتي. ادي هنشيل بقى طبعا كله. طبعا الشاسيه ده بتاع يونفرسا كويس، يعني يونفرسا ده الوحيد اللي شاسيه بتبقى ايه محمل. في شاسيهات تانية عامل تعديل بغير الشاسيه بيبقى ضعيف، لكن الشاسيه ده نضيف بس بيحتاج بقى تعديل منه فيه. يعني التعديل ده برضو ايه، مش اي حد يعمله، لازم يكون ده. ادي ضفيرة الكهرباء هي كان فيه طبعا بيولع من تحت كلها سايحة، وادي اللمبة هي واقعة وبرضو كانت مولعة لان متحمصة برضو ايه. دي ماسورة الفرن نازلة من تحت، فانا برفعها ايه، ببعدها شوية عن الجنب عشان ما يحصلهاش حاجة. اهو انا كده بقى خرمت مكان الكوبايات. مكان الكوبايات معمول ستاندرد، دي كانت حتة متاكلة وانا عملت لها زي حتة تقوية كده، وخرمت خرام ال5 عيون من نظام البيبة الألمونيا ديت اهي. دي هتركب كده اهوت اهي، و... وبيتحط عليها الفلانشة من فوق اللي هي العين الألمونيا تركب عليها. دي بتبقى أحسن في النار وفي كل حاجة. ديت تحت غطسة، فاحنا هنضطر نرفع الشاسيه فوق اهي. الحتة ديت طبعا احنا ايه هنقطع الحتة دي كده وهنطلعها فوق، ودي برضو كده هنطلعها فوق اهو من ال4 اتجاهات. تبقى الشاسيه عدل، يبقى الشاسيه بسوى البوتاجاز اهو. كده احنا رفعنا الشاسيه كله لفوق اهو. نبتدي بقى نبنيه بقى واحده واحده. اول حاجه نعملها طبعا هنطمن نشوف ادي العيون اهيت اهي، نطمن نشوف المقاس مظبوط ولا لا. كده الارتفاع تمام، كده ارتفاع البيبه الالمونيا مع الفلانشه لا عاليه ولا واطيه، كده تمام. كده ست البيت تحط الفلان شويه مغمضه، لكن نظام الكوبايات لازم تتحط صح عشان مش هينفع. طبعا جددنا حطينا واحده نظافه كده اهيت. الصوف حلو كل حاجه، بس احنا جبنا ورقه المونيا محمله والحمد لله كويس. طبعا التسريب في المحابس دي عملته، كان في 5، فانا عملت ال7 محابس. الجوان بتاعهم كان بايظ، كان متحمص بقى حديد على حديد، فغيرت ال7 جوانات. ال7 جوانات بتوع المحابس اتغيروا. طبعا انا حليت ماسورة الفرن، لازم اجرب بقى بعد ما ربطت اهو الفرن والشوايه. جربتهم بعد الرباط الحمد لله مفيش حاجه. هبتدي بقى، انا عملت كل حاجه، ربطت كل ده بياخد مني وقت. طبعا انا مش هجيب لكم التفاصيل دي، لان لو هجيب لكم التفاصيل هتقعدوا معايا يومين. فانا طبعا اللي البيبات دي بتتباع لوحدها والماسوره والكلام ده، فانا بجمع كل ده. ففي فيديو تفصيلي، اللي عايز يعرف التفاصيل فيبعت لي، ابعت له التفاصيل بقى يتفرج على مهله. فانا بعد الرباط لازم اجرب مره واثنين وثلاثه اهو.
دي عشان انا بقفل الوش طبعا محدش عارف يفتحه غير ايه، غير الصنايعي، بس بطريقه سهله في حله غير الاول. بنجرب عين عين كده عند الرباط من الفونيا والماسوره من قدام ومن ورا من عند المحبس، لازم اطمن عليه. ده البوتاجاز ده شغال غاز طبيعي، النار عاليه ازاي، ده غاز طبيعي. انا بجرب طبعا على الانبوبه عشان لو في تسريب، لان الورشه ما فيهاش غاز طبيعي، فانا بجرب على الانبوبه الاول وبعد انا دولت بقى هيتثبتوا. انا كده جربت الغاز الحمد لله مفيش اي حاجه. هبتدي اللي انا ايه اثبته، احط الوش، اركب الوش عشان تبقى ايه العمود ده يكون في النص اهو. خرمت مسمار دلكان اهو، ده كده تمام. دي كده اول عين. تاني عين اهيت، دي اللي في النص. طبعا الفراغ دوت طبعا انا عملت حته صاجه تحت الوش وسديت الفراغات دي كلها، بس للاسف نسيت اصورها اهيت. كده ثبت انا العيون. اهم حاجه بعد ما تثبت العيون طبعا البيبه دي بتتهز، صباع الالومنيوم بتتهز والماسوره وانت بتتحرك كده يمين او شمال، فهرجع اشيك عليهم تاني. لازم اطمن تاني، لازم اطمن تاني. اهم حاجه في الشغل التشيك، لو في اي حاجه ما يسيبهاش، دي اهم حاجه في الشغل. اهم حاجه في الشغل انك انت تراجع على شغلك مره واثنين وثلاثه، مش عيب. كده ايه الحمد لله كده تمام، كله تمام. كده الخمس عيون شغالين تمام. هنبتدي برضو نديله واحده كده ايه نظافه اهي، صنفرناه ودهناها بوهيه برضو عشان تبقى الشكل العام برضو كويس اهو. كده احنا جددناه من جديد. كده الشغل ده بفضل الله يعني هيقعد فتره كتيره يعني، الحمد لله ناس ما اشتكتش منه، هيقعد سنين. ده اللي هيقعد في البوتاجاز، البيبات الالومنيا دي اللي هتقعد في البوتاجاز. ولو حضرتك وصلت لاخر الفيديو ما تنساش لايك وتعليق واشترك في القناه، هيوصلك كل جديد. ادي بعد ما جربناه وركبناه عند الناس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.